إخواني تقاربوا حتى نفسح قدام الإخوة. تقاربوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام ربنا جل في علاه، وخير الهدى هدى نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الكرام، وصف الله عز وجل هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس. قال ابن عباس: كنتم خير الأمم وأبركها وأكثرها نفعا. خطب بهذه الآية فاروق الإسلام على جبل عرفات فقرأها وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: لن تكونوا في هذه البركة وفي هذا الوصف العظيم حتى تؤدوا حق الله وحتى تؤدوا الشرط الذي في الآية. لن تدخل في الخيرية الكاملة التي امتدحها الله حتى تؤدي حق الله الذي ذكر: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعظمون الجبار في سمائه، تقرون بالوحدانية لله، تعبدون الله ولا تشركون به شيئا، تشهدون للحبيب بالرسالة وأداء الأمانة، تتبعونه شبرا بشبر وقذة بقذة وذراعا بذراع. صلى عليه الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك ملائك الرحمن. كيف لا وقد أثنى الله على هذه الأمة فقال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدلا في الأخلاق، إنصافا في العمل، وسطا في التوحيد وتعظيم الله. والوسط هو الخير والأتم والأفضل. كيف بدي أحقق هذه الخيرية؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تغفلن عنها، فإنها مفتاح الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الصادق المصدوق مقسما على هذه الأمة: والله والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. والذي نفس محمد بيده
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يجعل وأن يوقع عليكم عذابا. أي إن تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ليوشكن الله أن يوقع بكم عذابا، ثم يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصمة لهذه الأمة، بركة للأجيال، خير ما ورثناه عن آبائنا دين الله تبارك وتعالى، خير ميراث لهذه الأمة أن اصطفاها الله بالكتاب والسنة والنور المبين والدين الأكرم والأكمل. أفلا نأمر بالمعروف معززين لهذا الدين؟ إيش يعني تأمر بالمعروف؟ مش شغل الشيخ هذا شغلك أنت، شغلي أنا، شغل زوجتي زوجتك، شغل نساء المؤمنين والمسلمين، شغل الشباب، الشغل الذي يجب أن تربى عليه الأجيال. كل ما شفت واحد عنده باب خير أثني عليه. كيف أثني عليه؟ شفت فلان من أولادك بيصلي ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك يا حبيبي، أعطيه مبلغ من المال عززه، أثني عليه في المجالس. ابنك بيحفظ قرآن، بارك له وادعو له، خلي ابنك يسمعك وانت بتحكي يا رب، افتح قلبه للهداية وللقرآن. شفته بيحب التوحيد عززه، شفته بيكره معصية أثني عليه، أثني عليه. رأيت ابنتك تقبل على الحجاب عززها، رأيت شيء من المنكرات قل له أنت منكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر، بالحكمة والموعظة الحسنة. ابتسامك في وجه أخيك باب من أبواب المعروف، إعانة الشباب على الزواج باب من أبواب المعروف، أن تصدع بالكلمة في وجه المنكر بأدب. مش قضاء على الناس إحنا ولا شرطة عليهم، نحن دعاء إلى الله، نحن وظيفتنا أن نحبب الناس بالله، نحبب الناس بخالقهم، نعلق الناس بشرع نبيهم صلى الله عليه وسلم، نمسك الناس بسبب نجاتهم. الناس تعبانة، الناس تعبت، ديون، ضغوط، التزامات، هموم، مشاهد على التلفاز تفصم القلب وتتعب النفس. لا تزد عليهم هما إلى همهم، ولكن دلهم على سبيل نجاتهم. لا نجاة لنا ولهم ولكم إلا بكتاب الله تمسكا به واعتصاما به، إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عملا واقتفاء ودعوة والبعد عن حدود الله. شفت بنتك حاطة مكياج، اتق الله يا بني، اتق الله وكوني سببا لدخول الجنة، وكوني سترا لي من النار، لا تكوني سببا في دخول أبيك النار. لا تفتحي علينا بابا لتسلط الأعداء علينا، والله ما تسلط أعداء الدين علينا إلا بمعاصينا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. إيش المصيبة؟ قتل 70 من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قتل 70 من خيرة من يدب على الأرض آنذاك. قتل حمزة سيد الشهداء، قتل أنس ابن النضر رضي الله عنه، الصديق الصادق مع الله، الذي لو أقسم على الله لأبره الله. جرح النبي ودخل المغفر وحلقاته في وجه الحبيب، حتى شاع الخبر أن النبي قتل صلى الله عليه وآله وسلم. قتل سعد ابن الربيع الخزرجي رضي الله عنه، سيد الأنصار في هذه المعركة. مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة، حتى قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في يوم بدر
قلتم أن هذا كيف؟ ليش صار هذا الشيء؟ ليش وقعنا في هذه المحن؟ ليش الله سلط اليهود على إخواننا في غزة؟ لماذا تستباح خيرات بلادنا؟ لماذا ديوننا تتعالى وتتعاظم؟ لماذا هن على الأمم وأصبحنا في ذيلها بعد أن كنا قادة وأئمة للبشرية؟ لماذا؟ لماذا؟ لأتعبنا سؤال لماذا؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب بقدر الله عز وجل، وإلا بسبب معاصينا. قال: ويعفو عن كثير، انضعف عن كثير، وهذه شيء من آثار أعمالنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إيش يعني بما كسبت أيدي الناس؟ تتفرج على فيلم إباحي مش ببلاش، أنت خير الأمم. تأكل الربا مش ببلاش، أنت خير الأمم. الله ما خلقك وثني، ولا خلقك من عباد البقر، ولا خلقك من عباد الأصنام. اصطفاك وهداك، أعطاك نسب، أعطاك شرف، أعطاك دين، أعطاك وحي، أعطاك سيد الأنبياء والمرسلين. مش عشان تحكي يلا زي الناس، مش مشكلة، أرض ربا وبيعدي. يوم العرس نفعل الأفاضيع من المعاصي، اختلاط، رقص، مصافحة، أغاني، طبل، زمر، ليلة وبتعدي. ما بتعدي عند رب العالمين، الأحساب هاي ما بتروح. لا يضل ربي ولا ينسى. الله عز وجل يحب هذه الأمة ما لا يحب سواها، ويحاسبها ما لا يحاسب سواها. ابتعد عن الحرام ناقوس خطر وسبب مزلة. أن تزل قدم بعد ثبوتها، قدم ثبتت في المساجد، ثبتت على الدين، ثبتت على التوحيد، بعدين زلت بالمعصية، زلت بأثر النظر إلى وسائل التواصل، زلت بالدرهم الحرام. ما عاد يجد خشوع الصلاة، ما عاد يحب الصلاة، ما عاد يرى بهجة القرآن. ليش؟ حاسب أنفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت. والغافل من تمنى على الله الأماني. الله بده يدخلنا كل الجنة وإحنا أحباب الله وأمور سهلة. من تمنى على الله الأماني وترك العمل لما بعد الموت. الله يحبكم فعظموا حب الله لكم، واعملوا بحدود الله، وعظموا دين الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أئمتنا الأبرار، أصحاب نبيك الأطهار وأزواجه الأطهار العفيفات، سيدا نساء أهل الجنة. اللهم ارض عنهم أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن أئمتنا الفقهاء، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجازهم وسائر العلماء عنا خير الجزاء. وبعد، أيها الكرام، أكرمنا الله بهذه الأمة
قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قام في أصحابه واعظا مذكرا، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العصر فذكر لنا من شأن الآخرة ما ترك منها شيئا حتى غدت الشمس، وكانت الشمس على رؤوس النخيل والجدران، قاربت الشمس على الغياب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من بقية يومكم. دنيا أمرها سريع، الله ما خلقك للدنيا، خلقك للجنة، فاعمل بعمل أهل الجنة في هذه الدنيا ولا تضع عمرا، فالعمر سريع وعزيز. ما بقي من هذه الدنيا إلا كما بقي من بقية يومكم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأزكاها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وقال في الحديث الآخر: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة: الله أكبر الله أكبر. فقال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: إني لأرجو من الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. شرف لهذه الأمة، فلا ينبغي لها أن تغفل عن دين الله. وصية أخيرة من وصية سعد بن الربيع الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه لما أصيب في غزاة أحد وأثخن في الدماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كما في السيرة لابن هشام أن يبحث عن سعد بن الربيع. قال: ابحث عن سعد بن الربيع وأقرئه مني السلام، هذا عنده سر بينه وبين الله. قال: فجعلت أبحث عليه بين القتلى حتى وجدته في آخر رمق، فأقبلت عليه وقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ فقال: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أخبره أني أجد ريح الجنة، يشتم رائحة الجنة كما يشتمها أهلنا في أرض الرباط. أمة لا ينعدم منها الخير، يجدون رائحة الجنة وهم يدبون على الأرض، عاشوا من أجل الله وماتوا من أجل الله، وضحوا بأموالهم وأراضيهم وبيوتهم وأولادهم ودمائهم من أجل الله. أمة لا ينقطع منها الخير، ورثوا العزة عن أسلافهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنيئا لكم يا أهل الرباط، هنيئا لكم يا أهل غزة، هنيئا لكم يا أهل العزة والصمود، هنيئا لكم يا شرف أمة الإسلام. قال سعد بن الربيع: وأخبره أني أجد ريح الجنة. ثم قال: قل لقومي الأنصار، وهذه وصية للأنصار ولأحباب الأنصار من بعد الأنصار: قل لقومي الأنصار: لا حجة لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. لا حجة لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. قال زيد بن ثابت: ثم فاضت روحه إلى السماء، فاضت روحه إلى باريها. وهذه آخر وصية لقومه ولكم من بعدهم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا،
اللهم تب علينا توبة نصوح. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تب علينا توبة نصوح. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وأصلح علماء المسلمين، وأصلح ولاة أمر المسلمين. ألف بين قلوب المسلمين واجعلهم يدا على من عاداهم. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر عبادك المرابطين في فلسطين، وانصر عبادك المرابطين في غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. أمددهم بمدد من عندك وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك بأحزاب الكفر والإلحاد والنفاق فإنهم لا يعجزونك. وفق عبدك أبا الحسين لمرضاتك، لتحكيم كتابك وسنة نبيك. وفقه لخير العباد والبلاد. وفقه وولي عهده الأمين لنصرة أهله في فلسطين وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ولإعانة أهله في غزة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين.